طبعا بما انك ثانوية عامة فربنا معاك، وربنا ان شاء الله وان شاء الله بعون الله يوصلك لمساعك وتحقق اللي انت بتحلم بيه. اما تاني حاجة، فانا جمعت لك اغلب الحاجات اللي تقدر انك تعملها في الفترة بتاعت الثانوية العامة دي تخليك تعدي الفترة دي من غير ضغوطات ومن غير ضغط، وفي نفس الوقت ما تبقاش خارج من السنة دي او من الفترة دي كاره التعليم باللي فيه. فخلي صبرك طويل معايا، كمل الفيديو للاخر وتعالوا نخش في موضوع حلقة النهاردة. انا عارف قد ايه الموضوع صعب ومرهق ليك، وان اكتر حاجة مضايقاك انك مش بتخلص اللي عليك اول باول ومش بتنجز حالك على طول. واول حاجة هقولك عليها في الفيديو ده انك يا ابن الناس لازم تظبط مواعيدك. معلش في الكلمة، انت ثانوية عامة. ثانوية عامة احنا عارفين بالنسبة لنا وبالنسبة للاجيال اللي مرت عليها يعني ايه ثانوية عامة. يمكن اكتر حاجة بيهتموا بيها عندنا في البلد هي الثانوية العامة. انت ابنك جاب ايه في الثانوية العامة؟ انت عملت ايه؟ انت صاحبك جاب كام؟ هتخش ايه؟ التنسيق ايه؟ الكلام ده كله. فاول حاجة انت لازم تظبطها هي نومك. انا عارف ان الموضوع مش سهل، وانك بومة الليل ومش عصفورة الصباح المزقزقة والكلام اللي بيتقال ده كله. خلينا متفقين ان انت في وقت كتير جدا بتضيعه في عدم نومك بدري، وما نقدرش ننكر ان نومك بيبقى ليه تاثير عليك. الموضوع ده انت لو جربته فعلا هتعرف قيمته عامله ازاي. وجرب كده تنام بدري وتصحى بدري وتنجز اللي عليك اول باول. انا عن نفسي بجرب الموضوع ده في الفيديوهات وفي المونتاج عندي، وصدقني اكتر حاجه بتتعب اي صانع محتوى مش هتبقى قد المونتاج ده ممكن بيقعد مع ناس باليوم والاتنين من حجم الفيديو ومن كبر الفيديو. بس انا هتكلم عن نفسي، انا مونتاج الفيديو معايا بيقعد بالكتير قوي من 4 ل5 ساعات. بس لما بدات ان انا اغير مواعيد نومي، لان طبعا بقى في جيم، بقى في اولويات في بقيه اليوم، فبقى صعب ان انا منتج واخلص اللي عليا واروح الجيم وانزل الفيديو الساعه 8. فكان غصب عني لازم ان انا ابدا انام بدري. بدات ان انا اصحى الساعه 7 امنتج الفيديو بتاعي، على الساعة 12 اكون خلصت المونتاج بتاعي، اروح الجيم، ارجع اشوف الحاجات اللي عليا اللي انا اخلصها، واكون رفعت الحلقة بتاعتي. ويومي بعد لما نظمته ورتبته بقى في وقت كتير جدا انا ما كنتش حاسس بيه وكنت بضيعه. وبالذات ان الموضوع ده بيبقى صعب كواحد زيي اصلا كان بينام بعد الفجر. ما اقدرش انكر ان وفرت عليا وقت كتير جدا. فدي اول حاجة زي ما قلت لك، حاول انك تظبط مواعيدك على قد ما تقدر، وانك تنظم وقتك على قد ما تقدر. انا كنت متكلم في فيديو عن موضوع ازاي انك تنظم وقتك بالتفصيل، هتلاقيه ظاهر لك هنا، او تقدر تخش على القناه هتلاقيه موجود عندك. تاني حاجه يا سيدي، وانك لازم تتجنب استراتيجيه الهروب من المسؤوليات. انت دلوقتي ثانويه عامه، والجمله دي انا مش عارف انا قررتها قد ايه بتاعت ثانويه عامه دي، بس هي مطوله معانا في الفيديو ده. فدايما اولوياتك واولويات اي طالب ثانويه عامه هي المذاكره. انت ما عندكش حاجه تعملها في الفتره دي غير انك تذاكر. مذاكره بقى وحل مسائل بقى ودروس وكورسات ومش عارف ايه الحاجات دي كلها، الحاجات اللطيفه اللي احنا عارفينها. فما تجيش يكون عليك حاجه مهمه زي دي وتقولي لا انا اروح اتعلم لي حاجه خاصه بالفريلانسر، اروح مش عارف اتعلم لي فوتوشوب، ولا اتعلم لي مونتاج، ولا اروح اتعلم لي لغه برمجه، او ازاي اعمل ويب سايت. انت لما تخش لهم الامتحان مش هيسالوك انت ازاي تعمل لنا صفحه ويب سايت، ولا ايه هي لغه ال HTML، ولا ايه هي ال CSS. ومعلومه ال HTML مش لغه، عشان بس ايه اللطاف اللي بيخشوا يستظرفوا علينا. بس انت ما يبقاش ليك اولويات اهم من الكورسات اللي انت هتخش تفتحها دي، تضيع له وقت وتهرب من الحاجات المسؤوليات اللي عليك. فاول حاجه انت لازم تركز في مذاكرتك بتبقى في الفتره دي اهم من اي حاجه انا ممكن تعملها. انا ما بقولكش انك ما تتعلمش، وانا ما بقولكش انك ما تفتحش كورسات وانك تروح تتعلم لك حاجه تستفاد بيها، ولا انها تبقى بيزنس ليك. بس في نفس الوقت انت دلوقتي عندك اولويات اهم بكتير من انك تروح تفتح الفيديوهات دي او انك تفتح الكورسات. حدد لها وقت زي ما قلت لك في يومك، انك تفتح ساعه ولا ساعتين، انك تفتح فيديو من دول تبقى بص عليهم. زي ما قلت انت لو ظبطت مواعيد نومك انت هتلاقي عندك وقت فراغ كبير جدا تقدر انك تظبطه. فخد الاهم وبعد كده الاقل اهميه ليه. وراعي يا اخي شويه كده الفلوس اللي اهلك بيدفعوها فيك، يعني ده طالع دم قلبهم عليك، كتب ومذكرات ودروس ومدرسين، وبص يعني حاجه هو على اخرهم. فهم بيبقوا مستنيين النتيجه ومستنيين الفرحه دي بفارغ الصبر. ما تبخلش انت عليهم بالحكايه دي. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. تعالى بقى نخش على تالت حاجه. عارف انت الشخص اللي بيقعد كده يقول لك ايه، انا هلم المنهج او الماده دي في ليله الامتحان او في الميكروباص وانا رايح الامتحان، او حتى يا سيدي قبل الامتحان بيومين ثلاثه. انا بقى عايزك تبعد عن الشخص ده تماما. انا مش عايزك تبقى البني ادم ده اساسا، لان طبيعي برضو منهج الثانويه العامه مش سهل انك تلمه في يومين ولا تلمه في اسبوع ولا حتى في شهر. بتوع الثانويه العامه دول بيبداوا دروس الثانويه العامه قبل الامتحانات بسنه. يعني بص فتره
الفتره قد ايه، وشوف المسافه قد ايه عشان يجهزوا بس الامتحان لماده واحده. فانت دلوقتي هتقعد تذاكر، امسك حاجه واحده ذاكرها كويس قوي، طبق عليها على قد ما تقدر مسائل كتير لحد ما تبقى بص حاجه تافهه بالنسبه لك. ما ينفعش انت تقعد تطبق لي وتذاكر لي 6 ساعات مستمرين ورا بعض وتطبيق ومسائل ما اعرفش وتقول لي لا انا حفظت وانا كده بقيت البريمو فيها. لان اسهل حاجه بعد ال6 ساعات دول حاجه بس افتح لك اول صفحه من الكتاب واسالك فيها انت مش هتعرف ترد عليا، لانك بكل بساطه انت عمال تهبد. 6 ساعات انت فرمطت الكتاب من اوله لاخره بس انت اصلا مش فاكر فيه حاجه. وانا مش عارف ان انا اشرح لك الموضوع ده بالتفصيل الممل، بس انا اقدر ارشح لك فيديو. كانت قناة دروس اونلاين كانت عاملة فيديو بتشرح لك ازاي انك تقسم مواعيد المذاكرة بتاعتك. هسيب لك لينك الفيديو في البايو، خش شوفه وصدقني هتستفاد منه كتير جدا. انا مش عارف ان انا اشرح لك اكتر من كده او ان انا اشرح لك رابع حاجة. فانا عايزك تاخد استراحة اسبوعية. خلينا متفقين انك طول الاسبوع بتبقى مفرمة شغال عليك، تطلع من الدرس ده على الدرس ده ومن الدرس ده على الدرس ده ومن المادة دي على المادة دي ومش عارف تخلص واجبات المادة دي ودروس المادة دي ومش عارف تفتح تطبق هنا وتذاكر هنا والكلام ده. انت هتبقى دماغك عاملة بالظبط زي العربية اللي سايقة مسافة طويلة وصاحبها مفكرش انه ريح. اقل حاجة العربية دي هتعمل ايه؟ هتكلبش في الطريق. فانت بالظبط كده مخك عامل زي موتور العربية، لازم انك تريحه شوية. ما ينفعش انه يبقى يفضل شغال 24 ساعة. هتقولي طب انا ليا فترة نوم. لا، ما تقارنش فترة النوم اساسا بالفترة اللي انت المفروض تريح فيها دماغك شوية. اتعامل مع فترة الراحة او اليوم اللي انت هتريحه الاسبوعي ده كأنه فترة شغل بالظبط ليه. انت الحاجات دي اولويات برضو على دماغك انك لازم تطبقها ولازم تعملها. فاليوم ده شوف ايه اكتر حاجة انت بتحبها واكتر حاجة بتفرحك وبتسليك، اقعد اعملها فيه. انسى الكتب، انسى المذاكرة، انسى الدروس، انسى كل حاجة في اليوم ده. اليوم ده بيبقى عامل زي الفري بالنسبة لك، عامل كده بالظبط زي الشخص اللي راح لدكتور تخسيس ومديله يوم واحد فري في الاسبوع. فانت اليوم ده لدماغك عامل بالظبط زي الشخص ده، ريح دماغك فيه لان هو بيبقى طالع عين اهله معاك طول الاسبوع. فانا كده قلت لك على 4 نصايح في الفيديو ده. فلو عايزين جزء تاني الفيديو ده اكتب لي تحت في الكومنتات وعلى قد ما اقدر هصوره في اقرب وقت ليك وهنزله على القناه. فلو عجبك ال4 نصايح اللي هم هنراجعهم تاني مع بعض دلوقتي: تنظم وقتك تنظم وقتك تنظم وقتك. اهم حاجه انك تنظم وقتك. تاني حاجه ما تهربش من مسؤولياتك. ما تروحش تفتح لي كورس لحاجه معينه انت نفسك انك تتعلمها وبالذات في الفتره دي وتروح تتعلمها لي. لا، حدد لها ساعه ولا ساعتين في يومك او اقعد انك تطبق عليها فيها. بس اهم حاجه مذاكرتك، اهم حاجه مذاكرتك. تالت حاجة تبعد عن الشخص اللي بيذاكر قبل ليلة الامتحان بيوم ولا باتنين ولا في ساعتين الطريق. قسم مواعيد مذاكرتك، اعرف ازاي تذاكر. وزي ما قلت هتلاقي لينك الفيديو بتاع قناة دروس اونلاين موجود لك تحت في الديسكريبشن. رابع حاجة خد فترة راحة، لازم تريح دماغك. بلاش تبقى شغال 24 ساعة وبتهلكها اكتر ما هي هلكانة معاك. كفاية انت اساسا انك خاسس وعدمان وحالتك بالبلة والسواد تحت عينك اسود من قرن الخروب نفسه. يا دنيا، ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ وزي كل فيديو ما تنساش لايك الفيديو، تشترك في القناة، تكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في موضوع حلقة النهاردة، ولو برضو عايز جزء تاني ولا لا. اشوفك على خير في فيديو جديد بموضوع جديد. سلام.